نقد العقل المحض. إيمانويل كانت. قراءة بلال الدباغ. أولاً، تعليم العناصر لترزندالي. الجزء الثاني، المنطق الترزندالي. القسم الأول، التحليلات الترزندالية. الكتاب الثاني، تحليلات المبادئ. ينبني المنطق العام على مخطط يتوافق بدقة تامة مع انقسام القدرات المعرفية العليا التي هي الفاهمة والحاكمة والعقل. ويعالج هذا التعليم إذن في تحليلاته الأفاهيم والأحكام والاستدلالات تبعا لوظائف وترتيب تلك الملكات الذهنية التي تستوعب تحت الاسم الواسع الفاهمة بعامة. وبما أن المنطق محض الصوري المذكور، يجرد المعرفة سواء كانت محضة أم أمبيرية من كل مضمون، ويشتغل فقط بصورة التفكير بعامة بالمعرفة السياقية، فإنه يمكن أن يتضمن أيضا في قسمه التحليلي قانونا للعقل، لأن لصورة العقل وصفتها الموثوقة التي يمكن أن تدرك قبليا بتحليل أفعال العقل إلى آناتها وحسب، ومن دون النظر إلى الطبيعة الخاصة للمعرفة المستعملة فيه. ولأن المنطق الترزندالي مقتصر على مضمون معين، أعني على مجرد معارف قبلية محضة، فإنه لا يمكن أن يتبعه في ذلك التقسيم، إذ من الواضح أن الاستعمال الترزندالي للعقل لا يصدق موضوعيا البتة، ولا ينتمي من ثم إلى منطق الحقيقة، أعني إلى التحليلات، بل يستلزم بوصفه منطقا للظاهر قسما خاصا من البناء التعليمي المدرسي تحت اسم الديالكتيك الترزندالي. وتتمتع الفاهمة والحاكمة في المنطق الترزندالي بقانون استعمال صادق موضوعيا، وبالتالي حقيقي، فهما تنتميان إذن إلى قسمه التحليلي، لكن العقل في محاولته أن يطلع شيئا ما قبليا بصدد الموضوعات وأن يوسع المعرفة أبعد من حدود التجربة الممكنة، يكون ديالكتيكيا بالتمام والكمال، ولا تجد مزاعمه الواهمة مكانا لها في قانون كالذي يجب أن تتضمنه التحليلات. وعليه فإن تحليلات المبادئ ستكون وحدها قانونا للحاكمة، يعلمها أن تطبق على الظاهرات الأفاهيم الفاهمية التي تتضمن شرط القواعد القبلية. ولهذا السبب سأستعمل متخذا مبادئ الفاهمة بخاصة موضوع بحث اسم تعليم الحاكمة الذي يدل بشكل أدق على هذا العمل. مدخل في الحاكمة الترزندالية بعامة. إذا كانت الفاهمة بعامة تعرف بأنها ملكة القواعد، فإن الحاكمة هي ملكة الإدراج تحت القواعد، أعني ملكة تمييز ما إذا كان الشيء ينضوي تحت قاعدة معطاة كاسوس داتا ليجس أم لا ينضوي. ولا يتضمن المنطق العام أي إرشاد للحاكمة، ولا يمكنه أن يتضمن ذلك، أنه من حيث يجرد المعرفة من كل مضمون لا يبقى أمامه من عمل سوى أن يعرض تحليليا مجرد صورة المعارف في الأفاهيم والأحكام والاستدلالات، وأن يقيم بذلك القواعد الصورية لكل استعمال فاهمي. فإن شاء أن يبين بعامة كيف يجب أن ندرج تحت تلك القواعد، أعني كيف نميز ما إذا كان شيء ما ينضوي تحتها أم لا ينضوي، فلن يمكنه ذلك دون أن يستعين بدوره بقاعدة، لكن هذه القاعدة ستستلزم بدورها بما هي قاعدة بالضبط تلقينا جديدا للحاكمة. ويتبين بالتالي أنه إذا كانت الفاهمة قابلة للتعلم والتسلح بقواعد، فإن الحاكمة هي موهبة خاصة لا يمكن أن تعلم قط، بل يمكن أن تمرن وحسب. فهي من ثم العلاقة الفارقة لما يسمى بالحس السليم، ولما لا يمكن أن تغني عنه أي مدرسة، لأنه على الرغم من أن هذه يمكن أن تزود فاهمة محدودة بقواعد وتطعمها برؤية مستجدة،
إلا أن على التلميذ أن يملك هو القدرة على استخدام هذه القواعد استخدامًا صحيحًا، ولا يمكن أن نملي عليه في هذا الصدد أي قاعدة للاحتراز من سوء الاستعمال عندما يفتقر إلى مثل تلك الموهبة الطبيعية. هامش: إن الافتقار إلى الحاكمة هو تخصيصًا ما يسمى الغباء، وليس لمثل هذه الآهة من علاج، فرأس بليد أو محدود ومفتقر إلى درجة ملائمة من الفهم وإلى الفاهمة الخاصة به، يمكنه بسهولة أن يصل بالتعلم إلى درجة التبحر. لكن بما أن هذا لا يغني في الغالب عن تلك التي في سيكوندا بيتري، فإنه ليس من النادر أن نجد رجالا متعلمين جدا يظهرون نقصا لا يعالج في استعمال علمهم. نهاية الهامش. هامش للمترجم: سيكوندا بيتري رسالة بطرس الثانية. ربما يقصد كانت قول بطرس الرسول فيها: لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر. الجزء الأول 9 ميم واو. نهاية هامش المترجم. وهكذا قد يكون في رأس الطبيب أو القاضي أو رجل الدولة الكثير من جميل القواعد الطبية والفقهية والسياسية إلى درجة تجعل الواحد معلما علامة في ميدانه، مع أنه يخطئ بسهولة في تطبيق تلك القواعد، إما لأن الحاكمة الطبيعية تنقصه دون أن تنقصه الفاهمة مع ذلك، فهو وإن كان يرى جيدا العام مجردا يعجز عن تقرير ما إذا كانت حالة ما متضمنة فيه عيانا، وإما لأنه لم يتمرن كفاية على مثل هذا الحكم بأمثلة وأعمال متحققة. فالفائدة الوحيدة والعظيمة للأمثلة هي أنها تشحذ الحاكمة. أما فيما يتعلق بصوابية النظرات الفاهمية ودقتها، فهي بالأحرى مضرة بعامة، لأنها نادرا ما تلبي شرط القاعدة تلبية مطابقة بوصفها كاسوس انترمينيس، حالة مطابقة حرفيا. أضف أنها تضعف غالبا من تحفز الفاهمة لرؤية وافية للقواعد في كليتها وبمعزل عن ظروف التجربة الخاصة، فينتهي الأمر بنا إلى التعود على استخدامها لا كمبادئ بل كصيغ جاهزة بالأحرى. فالأمثلة هي إذن عجلات للحاكمة لا يمكن أن يستغني عنها من يفتقر إلى تلك الموهبة الطبيعية. لكن إذا كان المنطق العام لا يمكنه أن يقدم إرشادات للحاكمة، فإن الأمر يختلف تماما مع المنطق الترزندالي، إلى حد يبدو معه أن العمل الخاص لهذا الأخير هو أن يصوب الحاكمة ويمتنها بقواعد معينة في استعمالها للفاهمة المحضة، ذلك أن الفلسفة كتعليم تبدو غير ضرورية البتة من أجل توسع الفاهمة في حقل المعارف المحضة القبلية، أو بالأحرى تبدو في غير محلها، لأننا بعد كل المحاولات التي أجريت حتى الآن لم نكسب إلا القليل من الأرض، أو بالأحرى لم نكسب شيئا بالمرة. أما الفلسفة كنقد فتتجلى بكامل نفاذها ومهارتها التمحيصية من أجل الاحتراز من زلات الحكم لابسوس جوديسي في استعمال العدد القليل من الأفاهيم المحضة التي تقدمها لنا الفاهمة، على الرغم من أن فائدتها سلبية وحسب. وتتمتع الفلسفة الترزندالية بخاصة أن بإمكانها بالإضافة إلى القاعدة أو بالأحرى إلى الشرط العام للقواعد المعطاة في إفهام الفاهمة المحض أن تشير معا وقبليا إلى الحالة التي يجب أن تطبق عليها القاعدة. وسبب تفوقها في هذا المجال على سائر العلوم التعليمية باستثناء الرياضة هو أنها تعالج الأفاهيم التي يجب أن تتعلق قبليا بموضوعاتها، والتي لا يمكن لمصداقيتها الموضوعية من ثم أن تبرهن بعديا، لأن ذلك من سوء التقدير التام لكرامتها، ولأن عليها بالأحرى أن تعرض في الوقت نفسه الشروط التي بموجبها يمكن للموضوعات أن تعطى متفقة مع تلك الأفاهيم بعلائم كلية إنما وافية، وإلا صارت من دون مضمون وبالتالي مجرد صور منطقية لا أفاهيم فاهمية محضة.
فتعليم الحاكم لترزندالي هذا يتضمن إذن بابين: يعالج الأول الشرط الحسي الذي يسمح وحده باستعمال الأفاهيم الفاهمية المحضة، أعني شيامة الفاهمة المحضة، ويعالج الثاني الأحكام التأليفية التي تنجم قبليا وفق ذلك الشرط عن الأفاهيم الفاهمية المحضة، والتي تشكل أساسا لكل المعارف القبلية الأخرى، أعني مبادئ الفاهمة المحضة.